هل سمعت يوماً عن السلطان الذي جعل المغرب في القرن ال18 دولة قوية ومزدهرة؟ السلطان الذي أعاد بناء المدن وواجه القوى الأوروبية وفتح المغرب على العالم. اليوم سنتحدث عن واحد من أعظم سلاطين المغرب، السلطان مولاي محمد بن عبد الله، الرجل الذي قاد البلاد نحو نهضة اقتصادية وعسكرية غير مسبوقة. ولد السلطان محمد بن عبد الله سنة 1710 في زمن كانت فيه المغرب يعاني من الاضطرابات السياسية والانقسامات الداخلية. لكنه لم يكن حاكماً عادياً، بل كان رجل دولة ذو رؤية بعيدة تعلم من أخطاء أسلافه ودرس أوضاع البلاد جيداً قبل أن يتولى الحكم رسمياً سنة 1757. منذ اللحظة الأولى كان يدرك أن المغرب يحتاج إلى إصلاحات جذرية، وكان مستعداً لاتخاذ قرارات جريئة ستغير مجرى التاريخ. هل تعلم أن السلطان مولاي محمد بن عبد الله كان أول من أسس ميناء الصوير الذي أصبح واحداً من أهم الموانئ في إفريقيا؟ أدرك أهمية التجارة البحرية، فعمل على تطوير الأسطول المغربي وعقد اتفاقيات تجارية مع العديد من الدول الأوروبية وحتى مع الولايات المتحدة الأمريكية، ليكون المغرب من أوائل الدول التي اعترفت باستقلالها سنة 1777. كما أنه كان رائداً في الاقتصاد، حيث فرض ضرائب عادلة وشجع التجارة والزراعة، مما جعل المغرب في عهده أكثر ازدهاراً واستقراراً. المواجهة مع القوى الأوروبية. لكن ماذا عن علاقته بالقوى الاستعمارية؟ السلطان لم يكن خاضعاً لأي قوة أجنبية، بل فرض سيادته على البحر، وقاد سياسة خارجية ذكية جعلت المغرب يحظى باحترام الجميع. كان لا يتردد في مواجهة القراصنة الأوروبيين، بل ووضع حداً لأنشطة بعضهم في السواحل المغربية. إصلاحات داخلية ونهضة علمية. لم يكن فقط رجل سياسة وحرب، بل أيضاً رجل علم ومعرفة. أمر ببناء المدارس ودعم العلماء، وأشرف على تنظيم الجيش والإدارة بطريقة حديثة. كما حرص على استقلال القرار الديني والسياسي للمغرب عن العثمانيين والأوروبيين، مما عزز مكانة البلاد. هكذا كان مولاي محمد بن عبد الله سلطاناً إصلاحياً وقائداً استثنائياً، ترك بصمة لا تنسى في تاريخ المغرب. فهل تعتقد أن المغرب اليوم لا يزال يستفيد من إرثه؟ أخبرنا برأيك في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لمزيد من الحلقات التاريخية المشوقة.